أمي سمير غانم بتعشق الكلاب، وياسمين صبري ما بتعرفش تنام غير والقطة في حضنها، وهالة صدقي عملت عزا للكلب بتاعها، وياسمين عبد العزيز عندها قطط ب500,000 جنيه. فنانات بيحبوا الحيوانات أكتر من الرجالة. أمي سمير غانم بتعشق الكلاب، وفي بيت أبوها ما كانتش تعرف تقعد من غيرهم، وأول ما كانت تدخل البيت يجروا يتلموا عليها، وكمان بتحب توزع أكل على القطط والكلاب في الشارع. ولما اتجوزت حسن الرداد ما كانش موافق إن الكلاب تقعد في البيت، فسابتهم في بيت أبوها، وكل شوية تروح تبص عليهم وما بياكلوش غير من إيدها. وأمي شايفة إن الحيوانات شيء مقدس، وعندها 3 كلاب بتعشقهم زي عيالها، وهم فوزي وفوزية وبرغوتة. أما هنا الزاهد فعندها كلب بتعشقه، ولما ضاع منها كانت عاملة مناحة في البيت لدرجة إنها نزلت صورته على انستجرام وعملت مكافأة 10,000 جنيه للي يلاقيه ويرجعه لها. وياسمين صبري عندها قطة اسمها كيتي، ومن كتر حبها فيها قالت إنها بتعتبرها زي بنتها، وإنها أم ليها ومسؤولة دايما عنها. واللي زاد وغطى إنها قالت ما عندهاش مانع إنها تاكل معاها في طبق واحد، ومن حبها فيها ما بتعرفش تنام إلا وهي في حضنها. أما هالة صدقي فمن كتر حبها للكلاب ربت 27 كلب، ودايما بتدافع جدا عن حقوق الحيوان، وشايفة ان الكلاب البلدي من ارقى الانواع، ومن عشقها ليهم عملت عزف مرة لكلبها لولو لما مات. وفعلا فنانين كتير من الوسط الفني كلموها عشان يعزوها في كلبها. وياسمين عبد العزيز بقى عندها قطة من فصيلة نادرة ومسمياها بوسبوس، وهي من نوع قطط اسمه سفانكس، وهي من سلسلات القطط الفرعونية، وشكلها مخيف جدا وذكائها عالي جدا، وعشان هي نادرة فتمنها معدي ال500,000 جنيه. وياسمين طول ما هي في البيت لازم تقعدها على حجرها، ده غير الكذا كلب اللي مربياهم معاها. ودولي شاهين بتموت في الكلاب، ومن حبها فيهم عملت في مرة عيد ميلاد للكلب بتاعها وعزمت فيه فنانين ومخرجين كبار، وجابت تورته وشمعة وشغلت أغاني وكانت بترقص معاه بكل سعادة، وقالت إنها بتحس إنه حتة منها مش مجرد حيوان بتحبه والسلام. ومن دولي لمنى فضالي هي كمان بتربي كلاب من زمان، ومن وقت ما اتطلقت وهي عايشة مع كلابها وبس، وشايفة ان ربنا عوضها بيهم عن انها ما خلفتش. ومن كتر الصدمات اللي خدتها في البني ادمين شايفة ان الكلاب اوفى منهم بكتير، ولما حد بينتقدها وبيقول عليها مجنونة بترد تقول الكلاب احن عليا من البشر. وشيرين رضا بتحب الحيوانات عشان شايفاها مخلوقات ضعيفة وما بتقدرش تدافع عن نفسها، لدرجة انها شايفة انهم يستحقوا الاهتمام اكتر من البني ادمين نفسهم. ودلوقتي بتربي قطط وكلاب كتير، وعندها كلب مسمياه حبيبي. وهنا شيحة بتعشق الكلاب وشايفة انهم اوفى من البني ادمين بكتير، والعيشة معاهم انقى واصفى من التعامل مع البشر، وقالت ان الانسان ممكن يخون انما الكلب لا يمكن. اما حورية فرغلي فجابت من الاخر ودخلت على الخيل والحصان وحبتهم اكتر من اهلها، وعندها اسطبل خيل في لندن وليل نهار راكبة على ظهر حصان، لدرجة انها دخلت كذا مسابقة في الفروسية، بس الضربة مش بتيجي غير من اكتر حد بنحبه. فحورية اتصابت في مناخيرها وشكلها اتشوه بسبب وقعة من الخيل، وعملت كذا عملية تجميل لكن ولا واحدة نجحت، ورغم كده لسه لحد دلوقتي مش قادرة تستغنى عنهم. وانتوا بقى قولولنا شايفين مين اكتر فنانة فيهم مأفورة في حبها للحيوانات؟